العربية الاستثنائية هاته وسط حالة غير مسبوقة من التيه والتوهان على خلفية التلاشي المتسارع لأركان منظومة العلاقات الدولية المعاصرة. واجه الشعب الفلسطيني ولا يزال شتى التحديات، وتحمل أكثر المعاناة شدة وقساوة، وقدم من التضحيات ما لا يعد ولا يحصى ولا يوصف، غير أن ما يعتري سبيله اليوم هو الأخطر والأخطر بكثير. فالخطر اليوم هو خطر تبديد شعب بعد محاولة إبادته، والخطر اليوم هو خطر تصدير شعب بعد مصادرة أرضه، والخطر اليوم هو خطر إجهاض مشروع وطني بتجريده من حامليه. وفي جملة معبرة واحدة، الخطر اليوم هو خطر إخراج شعب من التاريخ، وهو الشعب الفلسطيني، ومنع دولة من دخول الفضاء الجيوسياسي المعاصر، وهي الدولة الفلسطينية. من هذا المنظور فإن الجزائر تضم صوتها اليوم لأصوات أشقائها العرب لتؤكد رفضها القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ولتندد بالمحاولات اليائسة لفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، ولتدين جميع المناورات الحثيثة لضم الضفة الغربية وانتزاعها من حضنها الفلسطيني الأصيل. وبذات القدر تؤكد الجزائر على ضرورة إعلاء استقلالية القرار الفلسطيني واحترامه، لا سيما في وجه ما تجلى مؤخرا من رغبة جامحة في تهميش الصوت الفلسطيني وتغييب دوره ضمن ترتيبات ما بعد العدوان على غزة. فهذه الترتيبات يجب أن تثبت أسس قضيتنا لا أن تضعفها، ويجب أن توضح المعالم لا أن تطمسها على درب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة. نحن مطالبون اليوم بالالتفاف حول أشقائنا الفلسطينيين، فهم بحاجة إلى دعمنا لتثبيت وقف إطلاق النار، وهم بحاجة إلى دعمنا لإطلاق جهود إعادة الإعمار، وهم بحاجة إلى دعمنا لإذكاء شلة الحل الدائم والعادل والنهائي عبر إقامة الدولة الفلسطينية، الدولة الفلسطينية المستقلة، الدولة الفلسطينية السيدة، وعاصمتها القدس الشريف. فلتكن رسالتنا واضحة وهادفة، ولتكن كلمتنا واحدة وموحدة، وليكن صفنا بنيانا مرصوصا حول أشقائنا الفلسطينيين وحول قضيتهم وقضيتنا وقضية الإنسانية جمعاء. وشكرا لكم صاحب الجلالة.